يا صباح السعادة عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ومعاكم عزوز نوري. أحب أصبح عليكم من القلب للقلب. اللي بيصبح عليا محبة ليا أهلا وسهلا على دماغي، واللي ما بيصبحش عليا ويقول لك أنا مش فاضي أنا مشغول، كل واحد مع نفسه. إحنا بنصبح عشان ده واجب، واجب عليا وواجب عليك وواجب عليكي إن إحنا كلنا نصبح على بعض. للأشخاص اللي أنت تعرفهم فقط، أما الأشخاص اللي أنت ما تعرفهمش عادي. وحلو جدا انت لما تصبح على شخص بتخلي بداية صباحه ويومه كله يبقى حلو. صباح العسل عليكم، وفيديو جديد في يوم الاثنين 18 ذي الحجة. المشتركين اللي ما لهمش صوت ولا حس، عايز اقول لكم قدروا مجهود وقدروا تعبي على كل فيديوهات نصايح وعلى كل فيديوهات مفيدة مهمة بنزلها على اليوتيوب. واللي فاتوا فيديوهات مهمة ما تجيش تطلب مني انزل مش عارف عن ايه وعن ايه عن ايه وعن ايه وعن ايه. طالما انتم او في بعض المشتركين، انا مش هظلم حد، اللي بعض المشتركين اللي مش بيتفاعلوا ويطلبوا مني حاجات وهي اصلا موجوده على اليوتيوب. طالما انت ما بتتفاعلش يبقى اسكت. اللي عايز حاجه انا مش بأثر معاه، الحمد لله الواحد نيته صافيه وقلبه صافي. طالما اللي بيتفاعلش في القناه ما حدش يطلب مني حاجه. واحد بيتفاعل عندي باستمرار، شكرا ليك. اللي بيتفاعل واللي بيعلقوا واللي بيعملوا سير ودعم، شكرا ليكم. دول اللي انا انفعهم في حاجات، طالبين مني حاجه انفعهم. اما المشتركين اللي يجي بعد شهر ولا بعد سنه يقول له يا كابتن عزوز بنزل لنا مش عارف ايه، واجي بعد كده ما الاقيش منه لا صوت ولا حس. اللي ما بتفعلش في القناه ولا بتشوف فيديو عندي ما يبقى يسكت احسن. طالما ما بتقدروش تعب الواحد خلاص خلينا في المهم. يقول لك الناس مش هيشكروك على 100 حاجة كويسة عملتها معاهم، بس هيرمى عليك على أول غلطة هتعملها معاهم. فسيب الناس وكبر دماغك، اللي يزعل يزعل واللي يروح يروح بالسلامة. أهم حاجة صحتك النفسية، أهم حاجة في علم النفس تحافظ على صحتك النفسية. ما تخليش حد يتحكم في الصحة النفسية بتاعتك. ايه هي الصحة النفسية؟ القلب، الدماغ، كشكل عام. صحتك النفسية حافظ عليها، ما توصلهاش للانهيار. لو وصلت للانهيار بالسلامة. الحالة النفسية بتاعتك يعني عامة، تمام؟ يعني لما تعمل معاهم واجب وتعمل معاهم خير مش هيشكروك على 100 حاجة كويسة انت عملتها معاهم. يبصوا لك بس على غلطة واحدة يرموا عليك غلطة. فسيب اللي يعني مع احترامي الكلمه، مع احترامي، اللي يولع يولع واللي يتحرق يتحرق. طالما انت لما بتعمل حاجه كويسه مع شخص مش بيشكرك عليها ويقول لك مثلا زي يعني مع احترامي زي بعض المشتركين كده، انا مش هظلم برضه حد. لما تعمل حاجات كويسه معاهم وتنفعهم وتقول لهم دي تمرين حرق الدهون، اللي عايز تمرين حرق الدهون ودي مش عارف ايه ودي ايه، ما تطمعش بعد ده كله التعب اللي انت بتعمله يعني بعد ما تتعب علشانهم وتعمل معاهم واجب ما تسمعش حتى كلمة شكرا من القلب للقلب. يعني بدل ما الشخص يحبك ويصاحبك ويستمر معاك عشان انت عملت معاه الواجب، لا، مش هيشكرك على 100 حاجة كويسة انت عملتها. هي دي الحياة عند بعض البشر. كل واحد بتاع نفسه وبتاع مصلحته. عيش حياتك مع نفسك، ما تشغلش بالك بأي حد. اللي يروح يروح وكبر دماغك. صحتك أولى. فرصة سعيدة لكم وشكرا لكم. وإذا أنت بتحب قناتي وإذا أنت بتحب قناتي واجب عليكم التفاعل، اللايكات، الشير والدعم. مش واجب عليكم النوم. واحد لما يقول لكم ان انا ككابتن عزوز او كراجل بس محفز رياضي يعني بشجع في الرياضه، تروح انت تتفرج عليا ولا تعمل لايكات وتقول لي يا عزوز استمر 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 فين؟
شوف كم لايكات واصله لواحد ولا صفر، وشوف كم تعليقات صفر. اعملوا اللي عليكم عشان انا هنفعكم، لكن 0% وعايزين نستمر. تيجي ازاي يعني؟ بالعقل والمنطق. ادفعوا عشان انا استجع معاكم، عشان ربنا يبارك لكم. شكرا لكم.